في زمن من الأزمنة قبل ما يبقى اسمها مرتبط بالكبدة وبالفول المشطشط، الإسكندرية كان اسمها مرتبط بالعلم والمعرفة، وكان بيتجه ليها العلماء والفلاسفة من كل حتة في اليونان وروما. والنهاردة هنحكي عن اكتشاف علمي اسكندراني كان سابق عصره بأكتر من 2000 سنة. تخيل كده معايا من زمان قوي، من حوالي 200 سنة قبل الميلاد، قبل ما يكون في خريطة أصلاً، كان في عالم يوناني اسكندراني اسمه إيراتوستينيس. ما كانش أي حد، ده كان رئيس مكتبة الإسكندرية. وفي يوم من الأيام سمع معلومة بسيطة جدا، إن في سيين اللي هي يعني أسوان بتاعتنا دلوقتي، في يوم 21 يونيو وقت الظهر بالظبط الشمس بتكون عمودية لدرجة إن أي عصاية واقفة ما بيكونش ليها أي ظل خالص. بالنسبة لأكترية الناس فدي مجرد ملاحظة لطيفة وعلامة على إنه جه الوقت يشتروا فيه بطيخة يرتبوا بيها على نفسهم. لكن بالنسبة لإيراتوستينيس دي كانت إشارة كونية، لأن في الإسكندرية في نفس اليوم ونفس التوقيت العصاية بيكون ليها ظل. اللغز ده خلاه يفكر، لو الأرض مسطحة زي ما معظم الناس فاكرة، يبقى المفروض إن الشمس تكون عمودية على كل مكان، وبالتالي مفيش ظل في الإسكندرية زي أسوان بالظبط. لكن بما إن في ظل في الإسكندرية فده معناه حاجة واحدة بس، إن الأرض لازم تكون كروية. إيراتوستينيس ما كانش عارف يهدى، راح جاب عصاية وكان مسطرة من الدرج حسب الزاوية اللي الضوء بيضرب فيها على العصاية في الإسكندرية، وطلعت حوالي 7.2 درجة مئوية. ساعتها كان في معلومة منتشرة ومعروفة ومتوثقة إن المسافة ما بين اسكندرية وأسوان كانت حوالي 5000 استادية، واستادية دي وحدة قياس قديمة، و5000 استادية تعادل حوالي 800 كيلومتر. باستخدام معادلة هندسية بسيطة قدر يستنتج إن لو 7.2 درجة من محيط الأرض بيعادلوا 800 كيلومتر، يبقى 360 درجة اللي هو يعني محيط الأرض كله بيعادلوا حوالي 40,000 كيلومتر. والنهاردة وبعد آلاف السنين قدرنا نعرف عن طريق الأقمار الصناعية والكمبيوترات إن محيط الأرض ما بين 40,008 كيلومتر لحد 40,075 كيلومتر على حسب انت بتقيس فين. يعني إيراتوستينيس كان صح. إيراتوستينيس ما كانش عنده لا تلسكوبات ولا ليزر ولا حتى كشاف بطارية، كل اللي كان معاه كان ملاحظة بسيطة وعصاية ومسطرة وأرض مصر. لحد كام 100 سنة الأوروبيين كانوا لسه بيتجادلوا الأرض كروية ولا مسطحة، ولكن من قبل الميلاد وعلماء الإسكندرية كانوا عارفين إن مش بس الأرض كروية، دول كانوا كمان عارفين محيط الأرض قد إيه. وما تبخلوش على موسوعة سيف بالإعجاب والمتابعة. السلام عليكم.